3 ممثلات قلشت السنة دي بشكل كبير، والأداء بتاعهم يا جدعان مش لطيف خالص. رقم واحد بالنسبة لي بصراحة يعني الممثلة اللي أنا بحبها جدا ومش عارف هي عملت في نفسها كده ليه، الأستاذة أو الدكتورة سهر الصايغ يا جدعان. لما ظهرت في ابن حلال وتوالت الاعمال معاها وكده كانت زي الفل، مش عارف ليه السنه دي ظاهره لنا بتتكلم كده. يعني مين قال لها ان في الصعيد احنا بنتكلم كده؟ عارف انت لما بتتكلم كده تبقى انت كده صعيدي، مش عارف بتتكلم كده ليه. فاهم انت؟ يعني بتتكلم كده ما اعرفش ليه. وبعدين هي دي، يعني انا سمعت شبه اللهجه دي في الواد الجديد شبه، يعني فاهم انت؟ لكن ده مش صعيدي، يعني ده انا ما اظن، يعني من الصعيد والله يا اخوانا، والله العظيم هتلاقوا مكتوب المنيا في الفيديو. فانا مش ما سمعتش ده في اي وانا في القطر كده في الصعيد كله، يعني انت فاهم؟ فمش عارف هي اللهجه دي منين او مين دلها عليها. ويا ريت الشخص اللي قال لك ان ده حلو برافو تمام ما تستعمليش معاه تاني، لان هو اداك في داهيه بصراحه بالنسبه لي يعني. والممثله رقم اتنين بالنسبه لي، بس يعني هي بقى لها فتره كبيره منيله ب 60، يعني في حته تانية تغرد وحيدا يعني باداء غريب. لكن السنه دي كانت اغرب اداء شفته هي الهام شاهين. يعني الهام شاهين احنا طبعا متعودين عليها ان هي ايه، يعني انتوا فاهمين يعني عادي، يعني فاهم انت؟ تيجي بقى السنه دي تتكلم كده، يعني شفتوها لما كانت بتكلم خالد الصاوي قالت له مش عارف على ابو ام كرحي، يعني انت فاهم؟ فانا يعني بعد كده لقيتها بتقول حاجه غريبه جدا لما كانت ظاهره في الاعلام. كانت بتشرب بن فماسكه الكوبايه بتعمل لها كده، فقالت لك وراحت مصه صباعها فقالت لك اصل الناس في المناطق الشعبيه مش عارف بتعمل كده. انا مش عارف مين قال لك ان الناس في المناطق الشعبيه بتعمل كده. واضح ان انت ما نزلتش منطقه شعبيه من السبعينات مثلا، يعني ما فيش حاجه اسمها كده اصلا. ف قلشه غير عاديه يعني السنه دي. اما الممثله رقم ثلاثة اتمنى تكتبها لي انت في الكومنتات ونتناقش فيها سوا وبس كده. سلام.